الشهيد زهير عبد الكريم محمد نور محمدي. ولد الشهيد زهير عبد الكريم محمد نور في عام 1967 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة، واعتقل الشهيد في عام 1981 من قبل النظام البعثي السابق، بعد أن هجرت عائلته وصودرت جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة. تعرض الشهيد زهير رغم صغر سنه في معتقلات البعث لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي دون أن يعلم التهمة الموجهة إليه أو الذنب الذي ارتكبه. أعدم الشهيد زهير في عام 1983، ولكن ذوو الشهيد لم يعلموا بخبر استشهاده إلى ما بعد سقوط نظام البعث عام 2003، حيث ظهر اسمه ضمن قائمة الشهداء المعدومين المغدورين.